رسالة للمواطنين والشعب المصري عامة، إن الشعب المصري كله إيد واحدة، ودائما 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 هتعيش مصر. تحيا مصر دائما للأمان. تحيا مصر. متشكر. أتعرف بيك؟ نقيب إسلام شعيب. قول لي سيادة نقيب إسلام، يعني الحماس كده وانتوا داخلين وضرب النار والتفتيش وما شاء الله، يعني كنتوا عامل مساعد جدا لضبط السلاح الآلي والطلقات. هو طبعا أول حاجة ده توفيق من ربنا. تاني حاجة ده دورنا تجاه مصر وتجاه الشعب المصري، ودايما نحب نذكر إن شرطة مصر في عون مصر ومن أجل شعب مصر. قبل ما انهي مع حضراتكم طبعا هذه المهمة الخاصة اللي يمكن يعني كنا فيها مع بعض مدة طويلة جدا، الساعة تقترب الآن من 10 صباحا. كنا مع ضباط الأمن المركزي وضباط قوات أمن أسيوط، كنا مع المباحث الجنائية تحت رئاسة السيد اللواء خالد شلبي مدير المباحث. وفي النهاية يمكن كان في مأموريات سنوية أخرى كتير جدا، لكن طبعا ما كانش ينفع ان احنا نغطي كل المأموريات، لأن احنا يعني يمكن أنا وكرو العمل اللي معايا ما معناش الا يعني كاميرتين، وكنا على قد ما نقدر عرضنا لحضراتكم. تم ضبط عدد بصراحه كبير من الاسلحه. انا معي الان سياده العميد عبد الباسط السمان رئيس مباحث مديريه امن اسيوط. انا ببارك لك الاول سياده العميد على هذا المجهود المشرف بصراحه. بارك فيك. الحمد لله تمام الحمد لله. قول لنا بقى يا فندم، يعني يمكن عدد كبير جدا من الاسلحه الاليه في اسيوط اتضبط النهارده، خاصه في هذا المثلث. ربنا اكرم بمجموعه من الاسلحه، 15 سلاح آلي. 15 سلاح آلي، يمكن السيد مدير المباحث قال لي الكلام ده منذ قليل. وحوالي اكثر من 400 طلقه مع عدد ترسانة اسلحه. بيعملوا ايه بالكلام ده يا فندم؟ يعني هو السلاح طبعا معروف في الصعيد هنا هو بيبقى منتشر، لكن احنا بنحاول من خلال الحملات المكبره والحملات المحليه نحاول نضبط اكبر قدر من الاسلحه والمتهمين، وبخاصه البؤر الاجراميه. وزي ما حضراتكم شفتم الكل اجمع، الكل ايد، الكل مقتنع انه صاحب رساله، مش مجرد ان هو بيؤدي وظيفه وخلاص. وعقارب الساعه خلاص يعني ربما اقتربت من 10:30 صباحا. كنا مع حضراتكم من بدايه الليل لغايه النهار، عرضنا لحضراتكم كل الاجواء، كل الملابسات، كل الظروف. كنا مع ضباط الامن المركزي ومع ضباط قوات امن اسيوط ومع ضباط المباحث ومع القيادات ومع المخبرين ومع الضباط ومعهم كلهم. طلعنا جبال ودخلنا ضروب وقبضنا على ناس وظبطنا 15 قطعة سلاح ناري آلي. ولكن الحملات تستمر والمهمات تستمر، ونحن إن شاء الله هنكون معاهم في كل مهمة، في أسيوط، في القاهرة، في شمال سيناء، في كل مكان. مش هنهدى لغاية ما أعرض لحضراتكم كل شيء على مستوى مصر. دلوقتي هاخد حضراتكم نرجع استوديو الهوا تاني، أخد اتصالاتكم، تعليقاتكم. يلا بينا. ورجعنا لحضراتكم تاني. وبصراحة بقى يعني أنا شخصيا مطمئن جدا للأمن في أسيوط. أعتقد حضراتكم تشاركوني هذا الرأي. أسيوط يوجد فيها ثعلب في المباحث الجنائية اسمه اللي هو خالد شلبي. بصراحة أنا معجب بيه جدا جدا، ما أعرفوش شخصيا ولكن عشت معاه المأمورية، شفته بيفكر إزاي، شفته بيتعامل إزاي. وأيضا اللواء طارق نصر مساعد الوزير مدير الامن اللي نزل معانا واشرف على المأموريه وما كانش بيهدى لحظه لغايه ما يتم يعني كل معلومه توصل، يتم اختاره بكل معلومه بكل شيء، كان حريص على ده. بصراحه كل التحيه لضباط مديريه امن اسيوط. انا معي الان السيد اللواء فتاح عثمان مساعد وزير الداخليه مدير الاداره العامه للاعلام والعلاقات بالوزاره. مساء الخير سياده اللواء. اهلا وسهلا بيك يا استاذ احمد وبرنامجك الجميل، واهلا وسهلا بيك. شفت معانا المأمورية المهمة الخاصة اللي كانت في اسيوط يا فندم؟ يعني برنامج نوعي متميز ومتفرد، اتمنى له النجاح ان شاء الله. ان شاء الله يا فندم ان شاء الله. ويعني احنا حابين دايما يا فندم ان احنا نعرض للساده المشاهدين الحملات والمأموريات والمهام الخاصه التي تقوم بها وزاره الداخليه. طمنا يا فندم وقول لنا الحملات مستمره على مستوى محافظات مصر كلها ولا مديريه امن اسيوط فقط؟ لا، هناك حملات مستمرة في جميع مديريات الأمن. الجهود الأمنية على جميع المسارات الأمنية سواء في مواجهة التحديات الإرهابية أو في مجال الأمن الجنائي مستمرة على مدار الساعة. ليس فقط حملات أمنية مكبرة اللي هي ساعتك بتشوفها دي، ولكن هناك حملات تقوم بها جميع أقسام ومراكز الشرطة، وهناك حملات
نوعيه يتم تقوم بها الادارات الموعيه في مديريات الامن. نعم. بالاضافه الى الحملات المكبره التي يتم تنظيمها وتخطيطها بمعرفه الامن العام، والتي تستهدف البؤر الاجراميه شديده الخطوره، ودي بيبقى لها ترتيب خاص ولها اعداد معين وتسليح معين ومركبات معينه، خاصه البؤر التي تكون في المناطق الجبليه او المناطق المتطرفه او المناطق الجغرافيه ذات الطبيعه الخاصه، والتي تحتاج الى استعداد قتالي واستعداد مركبات. شفنا ده سياده اللواء، ده احنا ركبنا المدرعه وطلعنا الجبل، يعني شفنا ده يا فندم، كلام حضرتك مظبوط، شفنا ده وعشناه قد ايه يعني بيتعبوا بجد، ويعني قد ايه هم بيواصلوا الليل بالنهار. لكن قول لي سياده اللواء فتاح عثمان، ماذا او كيف استعدت وزاره الداخليه لمجابهه احداث 28؟ طبعا انت عارف حضرتك ان في تهديدات من الجماعه الارهابيه، ويعني هم ناشرين على مواقع التواصل الاجتماعي تهديدات للشعب المصري. الشعب المصري ما بيخافش، وانا عارف ان وزاره الداخليه اكيد في خطه وضعتها الوزاره لمجابهه مثل هذه التهديدات. يعني اطمئنك تماما الى ان الاجهزه الامنيه بالتنسيق مع كافه الاجهزه الاخرى المعنيه في هذا الشان وضعت خطه كامله لاحكام السيطره تماما على الشارع المصري، سواء في العاصمه او في عواصم المحافظات او في المدن الكبرى. هذه الخطه ان شاء الله كما عهد فينا الشعب المصري ان اجهزه الامنيه قادره على بسط الامن والسيطره على كافه التداعيات وكافه المواقف. ان شاء الله القوى الامنيه في جاهزيه تامه لمواجهه اي تصرفات تخرج عن اطار القانون، اي تجمعات تخالف القانون، اي محاولات لمصالح المواطنين او عقد حركه الطريق سيتم مواجهتها بالحسم والحزم اللازم. يعني نطمن الناس سياده اللواء فتاح عثمان، ونطمن الشعب المصري. اطمن الشعب المصري تماما الى ان اجهزه الامنيه قادره على بسط الامن في كل ربوع مصر، وقادره على مواجهه اي تحديات مهما كان نوعها، وان شاء الله ستبقى مصر امنه وستظل مجتمع مستقر. ان شاء الله يا فندم، ان شاء الله، مهما كره الكارهون ومهما سعى الفاسدون. تمام يا فندم، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا سياده اللواء عبد الفتاح عثمان مساعد وزير الداخليه مدير الاداره العامه للاعلام والعلاقات. معي اتصال اخر. الو. السلام عليكم. الاستاذه سناء الشافعي، اهلا بيكي. اهلا بسعادتك يا فندم. مديره مدرسه يا فندم، مظبوط؟ اي يا فندم. اتفضلي يا فندم. انا سناء الشافعي، مديره مدرسه اسماء بنت ابي بكر في مدينه نصر. اهلا وسهلا. اهلا بسعادتك. اولا بهنيكم على البرنامج الجميل ده. بشكر حضرتك. برنامج بيهتم بالقضايا الامنيه وقضايا الخروج عن الشرعيه، وبهنئ كل فريق الاعداد. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا استاذه سناء. الله يخليك يا فندم. فانا عندي شكوى ملحه بتمس مدارس البنات. شكوى، اتفضلي يا فندم، احنا بنهتم جدا بده، اتفضلي. ربنا يخليك. مش مدرستي بس، لانهم بيتعرضوا لظاهره لازم نحط لها حد فعلا ونعمل على مقاومتها. ظاهره ايه يا فندم؟ انا بصفتي ام لجميع بنات مدرستي قبل ان اكون مديره طبعا. تمام. فبعض الصبيه الخارجين على القانون بيقفوا قدام باب المدرسه في وقت الصبح لحظه دخول البنات، ووقت الظهر لحظه خروجهم. فطبعا بيشكلوا خطر على البنات وبتحرشوا بيهم. يعني في شباب بيقفوا قصاد المدرسه، هل بيبقى يعني حضرتك تقصدي ان في نوع من انواع التحرش مثلا؟ طبعا اي شيء من هذا القبيل؟ طبعا بيتحرشوا باللفظ او الاشارات وبالفعل. تمام. فانا من خلال برنامجكم الموقر بناشد السيد وزير الداخليه. مدرسه ايه يا فندم؟ مدرسه ايه حضرتك؟ اسمها ايه المدرسه دي؟ انا مديره مدرسه اسماء بنت ابي بكر. مدرسه اسماء ابن ابي بكر دي في مدينه نصر يا فندم؟ في نصر. وبعدين جنبي في مدرسه تاني، في مدارس كتير، يعني في مجمع مدارس، يعني في سوريات، في سيدان فيزا، في مدارس كتير قوي. كل مدارس البنات في شكوى عامه بان الصبيان بيقفوا فعلا. اوعد حضرتك اهو قصاد الساده المشاهدين ان احنا نهتم جدا بالموضوع ده ان لم يكن حالا. يعني انا اتمنى يعني ان حضرتك تكوني مطمئنه تماما، ويا ريت يا شباب لو نكلم القاهره، نكلم السيد مساعد وزير مدير امن القاهره، يعني يا ريت يبقى في حملات مكثفه على هؤلاء الذين يتحرشون ببنات وتلامذه وفتيات مصر. احنا خلاص بقى يعني الموضوع ده بقى موضوع مهم، وبقى في اداره كمان جديده في الشرطه لمواجهه مثل هذه الافعال المنافيه للاداب، اسمها اداره جرائم العنف والتحرش ضد المراه. معي اتصال اخر. سيد العميد ايهاب فوزي، مأمور اسم الازبكيه، اتفضل سياده العميد. سياده العميد ايهاب فوزي. الو. سياده العميد ايهاب، اتفضل يا فندم. اتفضل يا فندم، تحت امرك.
حضرتك فندم عاوزين نعرف بقى ماذا استعدت قوات الأمن خاصة في قطاع غرب القاهرة لمواجهة أعمال التحرش، خاصة يمكن كان في شكوى دلوقتي تلقيناها من مديرة مدرسة. أنا أعلم تماما أن اسم الأزبكية حدث فيه طفرة، يعني يمكن حضرتك عملت طفرة كبيرة في اسم الأزبكية، الاسم الوحيد على مستوى مصر. عاوز أقول لحضراتكم الاسم ده يتعرض لهجوم شنيع جدا خلال السنوات القليلة الماضية، ال3 سنين اللي فاتوا. سيادة العميد إيهاب، أنت عملت طفرة كبيرة جدا، يعني أعتقد حسب معلوماتي، يمكن أنا تابعت ده على موقع اليوم السابع، لقينا فيه يعني تكييفات جوه الحجز، ضابط خاص بحقوق الإنسان متواجد في القسم، لقينا فيه أسلحة جيرينوف لأول مرة تدافع عن قسم الأزبكية. قول لنا بقى عملت ده إزاي؟ وقول لنا حضرتك، وأنت مأمور قسم الأزبكية، قسم الذي يقع في وسط المدينة ويتحكم في أخطر المنافذ في مصر، التحرش بتواجهه إزاي؟ هو حضرتك بالنسبة اللي عملناه في اسم الأزبكية بعد أحداث 16/8 السنة اللي فاتت، تمام، والهجوم اللي اتعرض ليه الاسم، احنا شفنا السلبيات اللي حصلت معانا ايه هي بالظبط، وابتدينا نتداركها ونعمل كل حاجة ممكن تساعد في تأمين مبنى الاسم ده. بس الحقيقة يا فندم انت عملت ده بسرعة، يعني أنا آسف بقطع حضرتك بس ده تم بسرعة، يعني انت عملت ده ازاي؟ يعني ده اتمنى، انا بقول لحضرتك كده عشان انا بتمنى كل اقسام مصر تبقى كده، انا نفسي كل اقسام مصر تبقى كده. في قد ايه؟ 8 شهور؟ 3 شهور. 3 شهور. هايل هايل هايل. التأمين بالاسم، موقع الاسم اصلا يعني يا ريت طبعا حضراتكم تتابعوا ده على الشاشة طبعا اثناء كلام السيد العميد إيهاب. زي ما حضراتكم شايفين ده اسم الأزبكية، طبعا حاجة مختلفة تماما عما كان عليه الحال قبل ذلك. اتفضل سيادة العميد إيهاب، انا معاك يا فندم، اتفضل. ابتدينا نطور من نفسنا جوه الاسم بالنسبه للتامين دخول المواطنين وخروجهم. تمام. عملنا اسوار فوق الاسم وفوق الكوبري وابراج حراسه، بحيث ان الاسم يبقى مؤمن بالكامل من اي محاوله اعتداء تاني. هايل. طب ده فيما يخص الضباط اللي قاعدين في الاسم بقى، وطبعا ليهم كل طبعا الامان، لكن الجمهور بقى، الجمهور والناس الغلابه والناس البسطاء بقى وحبايبنا الشعب المصري الجميل العظيم ده وبناتنا جوه الاسم، اعتقد انها يعني حاجات مش موجوده في اقسام مصر. لوحات ارشاديه الكترونيه، شاشات تلفزيون، تكييف في النبطشيه، المواطن بيخش من اول ما بيخش يقعد في مكان مكيف. طب بقول لك يا سياده العميد ايهاب عشان الوقت بيضايقنا، ايه راي حضرتك لو نيجي احنا الاسم بكاميراتنا ونرصد ده بقى، يعني نوضح للناس تشرفوني الحاجات دي كلها بالصوت والصوره. انا طبعا يعني انا حابب اتكلم مع حضرتك اكتر، ولكن الوقت بدا يداهمني. بشكر سياده العميد ايهاب فوزي مأمور اسم الأزبكية. مع اتصال اخر. الو السلام عليكم. مدام هدى، اتفضلي يا فندم، اتفضلي. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضلي. بقول انا عايزه بس اهني حضرتك على البرنامج الجميل دوت. انا بشكر حضرتك، شكرا. ربنا يخليك. وليا برضو شكوى عند حضرتك. اتفضلي. احنا ساكنين في مدينه نصر، قدامنا سوق سيارات. سوق السيارات ده بيسبب لنا كارثه رهيبه يوم الجمعه والحد. جمعه وحد. في مخالفات رهيبه جدا بالنسبه للطريق. تكدس أزمة رهيب. تكدس مروري يعني حضرتك تقصدي ولا؟ تكدس مروري رهيب ومخالفات يوم الجمعة. الجمعة وحد دول ضايعين من حياتنا، احنا مش قادرين نعمل أي حاجة فيهم. يعني لو أنا عندي طفل عايزة أوديها درس صعب المكان تحديدا فين يا مكان يا مدام هدى؟ المكان تحديدا سوق السيارات في مدينة نصر في الحي العاشر. الحي العاشر. وكمان السوق دوت يعني غير جمعة وحد، غير الايام ديت هو في ظلام دامس، بعد كده بيحصل فيه حاجات طبعا مش كويسه، بنسمع فيه مخدرات وفي يعني سرقات وفي كده يعني في نفس المكان ده يا مدام هدى؟ في نفس السوق دوت، في نفس السوق دوت. تمام. فدي شكوى، يعني لو تقدروا لو فيها حل او فيها كده ان شاء الله باذن الله. ما تقلقيش احنا معانا فريق اعداد متخصص في حل شكاوى المواطنين، احنا مهتمين جدا بالموضوع ده. بشكر حضرتك مدام هدى. معايا الاستاذ عادل، اتفضل.
استاذ عادل. الو. اتفضل. ايوه السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا بيك. والنبي يا استاذ احمد. اتفضل. معايا شبكه سيادتك تبع مركز صنع الحجر الشرقيه. الشرقيه، تمام. وحده تنفيذ الاحكام في واحد اسمه محمد علي عبد العالي الجعب. سيادتك عليه 5 احكام وانا ليا حكم من ضمن الاحكام دي. ال5 احكام تبعك انت ولا انت ليك حكم واحد ضده وهو عليه 5 احكام؟ من ضمن ال5. تمام. حكم بايه بقى؟ حكم بايه؟ وحده تنفيذ احكام صنع حجر. حكم بايه يا استاذ عادل؟ وصل امانه. وصل امانه، تمام. حضرتك بتطلب يعني مش اي حاجه خالص. يا ريت تنشر لنا وزير الامن. هنتواصل مع مدير امن الشرقيه، وهنتواصل مع مباحث تنفيذ الاحكام كمان، الجهه المختصه الاصيله بمثل هذه الحالات. في اي اتصالات اخرى يا جماعه؟ طيب في اتصالات طبعا، لكن يعني يمكن انا حابب اقول لحضراتكم احنا ان شاء الله زي ما بقول لحضراتكم كده بنهتم جدا بشكاوى حضراتكم. يعني احنا مهتمين بده، بنعتبر ده رساله، والله نعتبر ده رساله ساميه احنا بنقدمها، يعني خدمه مجانيه بنقدمها لحضراتكم من خلال برنامجنا ومن خلال تلفزيون الحياه. انا معي الان ايضا اتصال اخر من الاستاذ خالد. اتفضل يا استاذ خالد. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل. ازيك يا استاذ احمد، عامل ايه؟ اخبار معاليك؟ اهلا بيك. نورت اسيوط كلها والله. انت من اسيوط؟ البرنامج بتاع معاليك بصراحه يعني عمل حاجه حلوه كده، خلى فيه امن. لا هو الامن موجود، بس احنا اللي بنعرف بقى، يعني احنا بنحاول بننزل ونعرض ونوضح ونبين ونعيشكم معانا بده. وعلى فكره يعني هو برضك لما الناس تتفرج طبعا وتشوف الحاجه دي على التلفزيون مباشر